كشفت صحيفة ليكيب أن نادي مانشستر سيتي قد اتفق مع موناكو على ضم بنجامين مندي في صفقة قد تجعل منه المدافع الأغلى في التاريخ. اليومية الفرنسية كشفت بأن الطرفان قد وجدا أرضية للتفاهم يوم الجمعة على أن تكون قيمة الصفقة في حدود 57 مليونا ونصف المليون يورو. اكتسح ميلان بايرن ميونخ ب4 أهداف نظيفة في ثاني مبارياتهما ضمن كأس الأبطال الدولية الودية لحساب مجموعة الصين. رباعية الرسونير افتتح الفواري فرانك سيه بعد مرور 14 دقيقة. وعند الدقيقة 25 نجح الشاب باتريك كوترون في إضافة الهدف الثاني من رأسية متقنة. ليعود اللاعب ذاته ويسجل الهدف الثالث لميلان قبل نهاية الشوط الأول بعد مجهود جماعي، قبل أن يختتم التركي هاكان تشالهان أوغلو الرباعية في الدقيقة 85 مفتتحا أول أهدافه رفقة ميلان. على هامش زيارته لليابان، أكد سفير الدوري الإسباني فرناندو مورينتيس أن نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو سيحل مشكلته مع مصلحة الضرائب الإسبانية وسيبقى مع النادي الملكي. هي قضية شخصية، ومن الصعب على أي لاعب التركيز على اللعبة. أداء اللاعب يرتبط دائما بالقضايا الشخصية، لذا فإن إدارة ريال مدريد تريد حلا لهذه المشكلة قريبا. لا أظن أن كريستيانو سيغادر الفريق، من الطبيعي جدا الحديث عن انتقاله لفريق ما كما يحدث مع باقي اللاعبين، لكنه لن يرحل. واصل منتخب الولايات المتحدة ثاني أكثر المتوجين بلقب كأس الكونكاكاف الذهبية استعداداته لملاقاة كوستاريكا في نصف النهائي. منذ النسخة الأولى من البطولة عام 91 تأهل المنتخب الأمريكي للنهائي 9 مرات وفاز باللقب 5 مرات، فيما يأمل منتخب كوستاريكا بقيادة المدرب أوسكار راميريز في الفوز بالكأس الذهبية للمرة الأولى، وهو بلغ النهائي مرة واحدة عام 2002 لكنه خسر أمام الولايات المتحدة نفسها، إلى أن كوستاريكا كانت قد كبدت الولايات المتحدة خسارة كبيرة ب4 أهداف نظيفة بتصفيات كأس العالم في نوفمبر الماضي. حققت كوستاريكا فوزا كبيرا علينا في آخر مرة التقينا فيها. ندرك أنه ينبغي علينا التحضير بشكل جيد وأن نقدم أداء كبيرا. إنه فريق جيد ويمتلك سجلا دفاعيا ممتازا. كل المعطيات تدل على أن اللقاء لن يشهد الكثير من الأهداف، لذلك ستسعى الولايات المتحدة للتسجيل في وقت مبكر أو التوقيع على الهدف الأول. أعتقد أن المدرب بروس أرينا منح الفريق الاستقرار ويسعى لنيل اللقب للمرة السادسة. لقد قام بعمل كبير في تصفيات كأس العالم وأيضا في الكأس الذهبي.